زي ما بطلع اقول لك على المكسب من الشغلانه، لازم اطلع اقول لك برضك ايه اللي هيواجهك اثناء الشغلانه. فبدايه الفيديو من فضلك ادعي لاخواتك في كل بقاع الارض ان ربنا ينصرهم ويثبتهم. نرجع نشوف تاني على اخواتي اسم فلسطين. اذكر الله وصلي على النبي وكمل معايا الفيديو للاخر. ورجعت لك تاني عشان اقول لك هي الشغلانه مش بامبي. الشغلانه انت مش بتنزل تعمل الوفات وبترجع، لا، هيجي لك يوم العربيه تعطل منك وهتكون معاك فلوس وهتحتاج ان انت تجيب قطع غيار، فقطع الغيار غاليه سواء جديد او استيراد، غير المصنعيات الغاليه. فهي كلها تروس مكملة بعضها، مفيش ترس واحد هيشتغل من غير الترس التاني. يعني ترس المكسب مش هينفع يدور لوحده من غير ترس الأعطال. الاتنين مشبكين في بعض ومكملين الدايرة مع بعض عشان تاخد من النتيجة في الآخر، سواء بالمكسب أو بالخسارة. وانت اللي بتحدد دوت نتيجة شغلك، نتيجة رجلك على دواسة العربية، نتيجة الشوارع اللي انت بتمشي فيها، نتيجة الرحلات اللي بخسارة اللي انت بتاخدها فمبترجعش بمكسبك في البيت. فالموضوع كبير، الموضوع كبير، انت لازم تحسبها من الايه للزد. حضرتك احنا بنشتغل، ممكن في اليوم تعمل الوفات، ممكن يوم تعمل نص الالف، ممكن يوم ما تعملش خالص، ممكن يبقى شهر نايم خالص زي الشهر اللي احنا فيه. بيحصل. طيب تعال اقول لك انا امبارح ايه اللي حصل معايا في العربية. كمل معايا الفيديو عشان اكيد هتستفاد منه وانت بتتفرج عليا. اعمل لايك. انا امبارح كنت رايح اعمل التكييف بتاعي في شبرا. انا التكييف بايظ من السنه اللي فاتت، ما علينا عشان ما اطولش عليك. المهم انا عندي ورا ترزيعه في المساعد الشمال عشان انا عندي غاز، فحاطط علايات على المساعد، فالمساعد بيخبط في العلايات فبتعمل رزعه فقصه وكده. فقلت عشان احل القصه ديت لازم اجيب ياي سوست بتاع نوع عربيه معين. انا عربيه لينوس فلازم اجيب لا اما البي ام لا اما الاوبل. المهم وقعت على حد هنا في البحر الاعظم بيبيع سوست. انا كل ده في دماغي ان انا رايح له بيبيع سوست. طلع الراجل بيبيع قطع غيار استيراد للكوري. كل انواع الكوري هتلاقي عنده قطع بصراحه واسعاره حلوه جدا وحاجته فوق الممتاز. انا كنت رايح اخد منه السوست، بس خدت منه السوست، خدت منه جزء مساعد خلفي اصلي، زيت بس، ولا زيت وهواء ولا زيت وغاز، زيت بس اصلي مطبوع عليه علامه العربيه، اصلي. خدت منه العلبه بتاعت اللي بتحط فيها فلتر الهواء بكلبستها بورودها بجلودها بكل حاجه. خدت منه حبه الحاجات دي بحوالي 2600 تقريبا. تمام، خدت بعضي ومشيت. طبعا انا جبت المساعدين واليايات لسه ما ركبتهمش، تركيبهم هيكلف من 300 ل 350. يبقى انا صرفت 2600 وغير المصنعيه بتاعتهم، انت بتتكلم كده في 3000 الا 100 مثلا. تمام. طلعت على شبرا عشان اعمل التكييف بتاعي. رحت كشفت على التكييف قال لي انت عندك تنفيذ في الثلاجه وعندك تنفيذ في الكباس، وانا ما بشتغلش ما بعرفش الصم الاجزاء ديت فهوديك لحد يعمله لك. المهم رحت للراجل، ايه يا عم في ايه؟ قال لي انا هعمل لك التنفيذ اللي هنا واغسل لك الثلاجه كل ده. انا قلت له هعمل لك طقم اصلاح. ماشي يا عم، طقم الاصلاح بالشحن كام؟ 1000 ونص. 1000 ونص انا بعمل طقم اصلاح وبشحن. ليه يا عم ماشي معانا الدنيا؟ مش انا شغلي كده؟ وكان راجل اصلا قافل وهو ده طريقه شغلي ومش عارف ايه. قلت له خلاص هعمل ايه؟ ما هو الجو حر وانا كاوبر لازم يبقى معايا التكييف شغال. اعمل يا عم التكييف ودفعت لي 1000 ونص. يعني ده 1000 ونص وغير عندك ثلاثة. قول ثلاثة. ما انت هحط بقى البنزين رايح جاي ولا الغاز، واجي لك في حته البنزين ديت عشان انا لبست لابسه جميله قوي. فكمل معايا الفيديو الاخر واعمل لايك وانت بتتفرج عليا. فكده 1000 ونص وتلاتة ادي 4 ونص على صباح ربنا. امبارح السبت انا بكلمك اهو لحد وهنزل لك الفيديو ده دلوقتي. 4000 جنيه داخل عليك عيد لحمه، وعندك اطفال عايز تجيب لهم لبس، وعندك مصاريف بيت، والمفروض هتدي عيديات، وفي جمعيه. فده 4000 جنيه طلعوا. فالحمد لله. انا دايما بقول الحمد لله رب الخير لا ياتي الا بالخير. لازم تقتنع بكده وتقول الحمد لله. وهي دي ضريبه الشغلانه، انك هتيجي في يوم هتدفع مبلغ وقدره. خلي بالك انا ما بتجيش الا كده بتفتح معاك. من حوالي 3 ايام كان الغاز معايا خلصان وكان معايا بنزين، فقلت امشي بالبنزين. مشيت بالبنزين، العربيه مش عايز تمشي معايا، تمشي تقطع. المهم كان معايا زباين نزلتهم ومش عارف ايه. قلت بس يبقى ايه، ممكن فلتر البنزين في حاجه ومش عارف ايه. المهم فضلت ماشي ومش عارف ايه بيها لحد ما رحت للغاز وحطيت غاز ومشيت على الغاز. كبرت دماغي من الموضوع. فجيت امبارح وانا راجع من شبرا طلعت كمال عامر. انا ماشي بنزين امبارح طول اليوم. انا في يوم كده لازم امشي فيه بنزين بس. فماشي بنزين العربيه عشان تطلع، والله ما انا طالع.
وقفت الطريق ورايا، العربيه مش عايزه تتحرك. اجي ادوس على الاكسلاتير، العربيه مش قادره تقوم، مش قادره تقوم. كنت انا قبل ما اطلع على شبرا رحت للميكانيكي بتاعه وكنت جايب له بس فلتر العربية بنزين، مش قلت له بعد قادرة اذنك تقوم غير لي خالص. الفلتر. فك الفلتر، قال لي الفلتر ما فيهوش حاجه، بنزين. ده البنزين ميه. قلت له طب ايه؟ قال لي الحل انك تخلص البنزين ده وحطه على نضيف. قلت له ماشي. اخدت بعضه ومشيت. وانا راجع بالليل لما عامل بقى معايا الموقف ديت، خلي بالك ان انا كنت عامل لك قبل كده فيديو قلت لك احترس ان البنزين فيه فيروس، صح؟ انا قعدت في الفتره دي 10 ايام ما احطش بنزين، لان انا كان معايا بنزين، انا بحط بنزين بزياده في العربيه، فكان معايا بنزين، ففضلت ماشي بيه الفتره كلها. اخر اسبوع انا حاطط من بنزينتين، بنزينه موبيل اللي على طريق الدائري اتجاه التجمع الخامس اللي هي في طريق الخدمه، وبعدها بحوالي 4 ايام حاطط ب 200 جنيه من بنزينه فول اب اللي عند سور الاكاديميه. من بعد ما حطيت من بنزينه فول اب العربيه عملت معايا كده. قلت له، اتصلت بالميكانيك قلت له دلوقتي انا عطلان مش عارف امشي بالعربيه. قال لي حاول تيجي. المهم سيستها لحد ما رحت للميكانيكي، قلت له انا عايز افضي البنزين ده. قال لي عينيا. قال لي هنفك الترومبه وهنطلع البنزين كله وهنفضي التانك خالص. قلت له ماشي. طلعت حوالي ازازه اللي هي بتاعت الميه ديت اللي هي 6 لتر تقريبا ولا كام، كلها بنزين، يعني بتتكلم في قصه 400 جنيه بنزين. طلع مضروب. رحت جبت بنزين في جراكن بكام؟ ب 200 جنيه حطيته. وبعد ما مشيت من عنده حطيت بنزين تاني ب 200 جنيه، ادي 400 جنيه غير 400 جنيه اللي انا هرميهم، اللي انا رميتهم، ادي 800 جنيه بنزين بس مضروب. 800 جنيه بقى 400 جنيه بنزين مضروب، وحطيت تاني ب 400 جنيه، فكده توتال بنزين بس 800 جنيه. ده طبعا الشغل لما بنضف الترومبه كانت مطلعه سواد ومطلعه طينه، وده البنزين الميه المعفن. بص الكميه قد ايه، يعني دي فلوس بتترمي في الارض وده عطل خبيث. فانا كنت محذرك، فانا وقعت في الخيه بعد 10 ايام برضو من القصه، او بعد 12 يوم انا وقعت في القصه ديت ولبست في بنزين مغشوش، مع اني كنت بختار البنزينات الكويسه اللي عليها رجل، اللي ليها سمعه حلوه. فكانت اخر بنزينه انا حطيت منها كانت بنزين الفول اب اللي في التجمع عند سور الاكاديميه. فانا ما اعرفش هل العيب منها ولا من موبيل، ما هم دول اخر بنزينتين انا حاطط منهم، فلا من دي لا من دي. بس العربيه قطعت معايا من بعد ما حطيت بنزين بتاع فول اب. فخلي بالك الحياه مش دايما حلوه، لازم تعمل مصروف للعربيه، لازم يبقى معاك فلوس عشان حصل لك عطله، حصل لك مشكله، حصل لك اي حاجه، يبقى معاك تصرف، ما تبقاش شغال وبتجيب فلوس وفي الاخر لما يحصل لك حاجه تروح تستلف. لا، احنا مش شغالين عشان نستلف. فالحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. وخلي بالك، ولو وصلت لحد هنا اذكر الله، صلي على النبي، سلام.